كنت فاكر إن الرعب مكانه الوحيد هو الحكايات، لحد ما الرعب ده خبط على باب بيتي، أو بالأصح خبط على باب عيلتي. القصة اللي هحكيها لكم النهاردة مش مجرد حكاية مكتوبة، دي حقيقة مرعبة عشتها بنفسي، ومهما حاولت أنساها ريحة الموت اللي شمتها في الليلة دي ما بتفارقنيش. القصة بتبدأ من عند جدي الكبير، راجل من أعيان البلد، كلمته سيف على رقبة الكل. عيلتنا كانت دايما معروفة بالثراء الفاحش، أراضي، عقارات، فلوس ملهاش حصر. بس في نفس الوقت كنا معروفين بإننا مش بنحب نختلط بالناس. محدش من بره العيلة بيقرب مننا قوي، ومحدش فينا بيتكلم عن أسرار البيت. بس السر الأكبر، السر اللي كان كل أهل البلد بيتهمسوا بيه من ورانا، كان يخص مقابر العيلة. مقابر عيلتنا مش زي أي مقابر، دي حوش كبير جدا مبني حواليه سور عالي كأنه قلعة، وليه باب حديد ضخم مقفول دايما بقفلين كبار. الأغرب من ده كله إن من يوم ما وعيت على الدنيا عمري ما شفت جنازة عادية لأي حد بيموت من كبار العيلة. الدفن دايما بيكون بالليل بعد صلاة العشاء، ومحدش بيدخل الحوش غير رجالة العيلة الكبار بس. ممنوع الستات، ممنوع الأطفال، وممنوع أي حد غريب يقف حتى على باب المقبرة. أنا كنت دايما بسأل أبويا وهو بيرد بجملة واحدة بس: ده تقليد قديم مش لازم تفكر فيه. لحد ما جه اليوم اللي جدي الكبير مات فيه. يومها الجو كان كئيب بشكل مش طبيعي. السما كانت مغيمة بلون رمادي غامق، والطيور كلها اختفت من البلد. الموتة نفسها كانت غريبة. جدي مات وهو فاتح عينيه ومبرق للسقف، كأنه شاف حاجة مرعبة شلت روحه قبل ما تطلع. جابوا المغسل، راجل عجوز بيغسل الموتى بقاله 40 سنة. الراجل ده دخل الأوضة علشان يغسل جدي، وبعد ربع ساعة بالظبط سمعنا صوت حاجة بتقع وصرخة مكتومة. الراجل خرج من الأوضة وشه أصفر زي الليمون، بيترعش كله. ساب الشنطة بتاعته وجري برا البيت، وهو بيصرخ بكلمات مش مفهومة وبيستغفر ربنا بصوت عالي. أعمامي دخلوا كملوا هم الغسل، ومحدش نطق بحرف. بالليل وقت الدفن أنا كنت واقف بعيد براقب الباب الحديد الضخم بتاع المقابر. شفت أعمامي وهم شايلين النعش. النعش كان تقيل بشكل مش طبيعي، كأنهم شايلين صخرة مش جثة راجل عجوز. دخلوه وقفلوا الباب وراهم، وبعدها بساعة خرجوا وهم باصين للأرض، وشوشهم مليانة رعب مش حزن. تاني يوم اتجمعنا كلنا في قصر العيلة الكبير علشان قراية الوصية. المحامي بتاع جدي راجل كبير في السن، فتح الظرف المختوم بالشمع الأحمر وإيده كانت بتترعش. بدأ يقرأ. الوصية كانت عبارة عن تقسيم ثروة ضخمة، أراضي، حسابات بنكية، شركات. ثروة تخلينا كلنا من أغنى أغنياء المنطقة. بس كان في شرط واحد غريب ومخيف علشان نقدر نستلم الورث ده. المحامي بلع ريقه وقرا بصوت مهزوز: توزع التركة كما ذكر، بشرط واحد لا رجعة فيه ولا تهاون. حوش العيلة القديم، الغرفة السفلية اللي فيها أجدادنا، ما تتفتحش أبدا. الباب الحديد الداخلي ما يتلمس. وكل يوم 13 في الشهر العربي واحد من العيلة لازم يروح بنفسه بعد نص الليل، يبخر قدام الباب الحديد ببخور لبان الذكر والفسوخ،
ويتأكد إن القفل سليم. لو الباب ده اتفتح اللعنة هتنزل على العيلة كلها، والتركة هتتحول لتراب ودم. الكل سكت. الصمت كان تقيل ومخيف. أنا بصيت في وشوش الناس، مفيش حد مستغرب. الكل ساكت كأنهم كانوا عارفين من قبل كده. ليه مقبرة مقفولة بتتكتب كشرط في وصية قانونية؟ وليه البخور في يوم 13؟ وليه بالذات في نص الليل؟ وليه محدش سأل؟ أسئلة كتيرة جت في دماغي ما كان لهاش رد. ابن عمي عصام كان قاعد جنبي، شاب أكبر مني في السن شوية. كان بيحب الفلوس أكتر من أي حاجة في الدنيا. بصلي بعد ما المحامي خلص وابتسم ابتسامة خبيثة. بعد ما الناس مشيت شدني على جنبه وهمس: انت مصدق التخاريف دي؟ جدي طول عمره بيكنس دهب. الباب الحديد اللي تحت ده مفيش وراه جثث ولا حاجة، ده وراه ثروة العيلة الحقيقية، سبايك دهب وتماثيل أثرية. هما بيخوفونا علشان محدش ياخدهم. أنا هروح الليلة أفتح الباب ده، وانت ليك نص اللي هلاقيه لو جيت وقفت معايا وراقبت لي الطريق. رفضت بشدة. الرعب كان واكل قلبي. أنا ماليش في المغامرات المرعبة دي، ومستحيل أنزل المقابر بالليل. بس عصام فضل يزن عليا، يهددني مرة ويغريني مرة، لحد ما لقيت نفسي في لحظة ضعف وفضول قاتل بوافق إن أروح معاه. بس قلت له أنا مش هنزل، أنا هقف برا الحوش بس. الساعة دقت 2 بالليل. الجو كان تلج، هوا ساقع بيضرب في العظم كأنه سكاكين. مشينا في الشوارع الضلمة لحد ما وصلنا لسور المقابر. البلد كلها كانت نايمة زي الموتى، مفيش غير صوت الكلاب وهي بتهوهو. وقفنا قدام الباب الحديد الخارجي، كان مقفول بقفل كبير. عصام طلع نسخة من المفتاح كان سارقها من عمي الكبير. فتح الباب وريحة المكان ضربت في وشنا. الريحة مش طبيعية. المقابر المفروض ريحتها تراب أو رطوبة، بس الريحة هنا كانت خليط بين الكافور والفورمالين وريحة تانية بشعة جدا. عصام مسك الكشاف ودخل، وأنا دخلت وراه ورجلي بتترعش. الحوش من جوه كان عبارة عن ممرات طويلة، على يمينها وشمالها شواهد قبور قديمة جدا. وصلنا لنهاية الحوش، وهناك كان السرداب، السلم اللي بينزل لغرفة الدفن السفلية الخاصة بكبار العيلة اللي جدي اندفن فيها من يومين. على باب السرداب الداخلي كان في باب حديد تاني مصدي ومقفول بقفل ضخم جدا، ومكتوب عليه باللون الأحمر الغامق، لون عامل زي الدم الناشف: لا تفتحوا عليهم أبواب العذاب. عصام قرأ الجملة وضحك، طلع عتلة من شنطته اللي كان محضرها من البيت وبدأ يضرب القفل. كل ضربة على القفل كان بيتردد صداها في المقابر كلها كأنها صرخة. قلبي كان بيدق بسرعة لدرجة إني كنت حاسس إنه هيشق صدري ويخرج. عصام كفاية، يلا نمشي، المكان ده ملعون. وقلت له وانا صوتي بيترعش، بس هو ما كانش سامعني. عينيه كانت بتلمع بجنون الطمع. وفي النهاية القفل اتكسر. عصام سحب القفل ورماها على الأرض وحط إيده على الباب الحديد وزقه ببطء. الباب فتح وخرج منه تيار هوا ساقع جدا، هوا ريحته خلتني أرجع لورا وأحط إيدي على مناخيري. عصام نور الكشاف ونزل السلالم لتحت، وأنا من كتر خوفي إني أفضل لوحدي فوق في الضلمة نزلت وراه.
الغرفة تحت كانت واسعة جدا، أوسع بكتير من اللي احنا كنا متوقعينه. الكشاف كان بينور أجزاء منها، ومتخيلين نشوف ايه؟ دهب؟ تماثيل؟ صناديق مليانة ثروة؟ لا. طيب تراب؟ عظم؟ جماجم؟ برضه لا. المنظر اللي شفناه شل تفكيرنا ودمر أي منطق في عقولنا. الغرفة ما كانش فيها قبور محفورة في الأرض، الجثث ما كانتش مدفونة. أجداد عيلتي كلهم، من أول جدي الكبير اللي لسه ميت لحد أجداد من 100 سنة فاتوا، كانوا قاعدين. أيوة، قاعدين على كراسي حجرية مرصوصة في شبه دايرة حوالين الغرفة. كلهم قاعدين ووشوشهم في اتجاه النص. عصام وجه الكشاف عليهم وإيده بدأت تترعش لدرجة إن نور الكشاف كان بيرقص على وشوشهم. الجثث ما كانتش متحللة، ولا جثة فيهم متحللة. لحمهم موجود وجلدهم موجود، بس لونه أبيض شاحب زي الشمع. شفايفهم مزرقة، وهدومهم وأكفانهم سليمة كأنهم متحنطين. بس التحنيط ما بيخليش الجلد يفضل طري بالشكل ده. الرعب الأكبر ما كانش في إنهم مش متحللين، الرعب كان في عيونهم. كلهم كانوا مفتحين عينيهم، عيون بيضة تماما ما فيهاش نني، بتبص في الفراغ. ايه ده؟ ايه ده؟ عصام قالها وصوته بيشرخ من الرعب. رجعت لورا خطوة وقلت له أنا جسمي كله متخشب، يلا نمشي أرجوك، يلا نمشي من هنا. فجأة نور الكشاف جه على وش جدي. جدي اللي لسه دافنينه من يومين كان قاعد على الكرسي الحجري في النص. بصينا عليه وفجأة جدي رمش بعينيه، وبعدها ببطء شديد لف راسه وبصلنا. كنت سامع بودني عظمه وهو بيطقطق. عينيه ما كانتش بيضة زي الباقيين، عينيه كانت حمرة بلون الدم، وفيها نظرة غضب وجوع وعذاب ملوش نهاية. عصام صرخ صرخة قطعت سكون الليل، والكشاف وقع من ايده على الأرض، بس فضل منور الغرفة بشكل جانبي مخيف. لما الكشاف وقع من ايد عصام على الأرض، نوره ضرب في الحيطة الحجرية اللي ورا كرسي جدي. عيني وسط الرعب لمحت كلام محفور على الحجر بخط قديم ومدهون بلون أحمر غامق، نفس لون الدم الناشف اللي كان مكتوب بيه التحذير على الباب بره. عيني جريت على السطور في ثواني، كانت بتشرح تفاصيل وثيقة العهد. وفي اللحظة دي طلاسم الوصية الغريبة اللي قراها المحامي وسبب إجبارنا على التبخير ليهم كل يوم 13 في الشهر كله اتجمع في عقلي، والسر الملعون ظهر قدامي زي الشمس في عز الظهر. العيلة دي ما كانتش غنية بالصدفة. أجدادنا دول عملوا عهد ملعون في حياتهم مع كيانات سفلية. النقش كان واضح، باعوا موتهم وراحتهم في القبر مقابل الثروة والسلطة ليهم ولأحفادهم. العهد كان بيشترط إن أجسادهم ما تتحللش وتفضل أرواحهم محبوسة جوه جثثهم. بيحسوا بكل حاجة، بيتعذبوا في ضلمة المقبرة للأبد، وما بيتغذوش غير على ريحة البخور الملعون كل يوم 13، أو على أي روح حية تتجرأ وتدخل عليهم تكسر عزلتهم. وفي اللحظة دي بدأنا نسمع صوت قماش بيتحرك. الجثث التانية، الأجداد اللي بقالهم عشرات السنين تحت الأرض، بدأوا يتحركوا. اللي بيحرك إيده، واللي بيلف رقبته، واللي بيحاول يقوم من على الكرسي الحجري.
عصام نزل على الأرض بيحاول يجيب الكشاف، بس قبل ما إيده تلمسه كانت إيد تانية مسكته، إيد جدي، إيده اللي كانت شحبة وباردة زي التلج مسكت إيد عصام بقوة رهيبة. عصام حاول يشد إيده وهو بيصرخ، بس جدي فتح بقه اللي كان مليان سنان مسودة، وطلع منه صوت حشرجة مش بشرية، صوت زي خربشة ضوافر على سبورة، وقال كلمة واحدة: جعان. أنا ما فكرتش وما بصيتش ورايا، لفيت ظهري وطلعت السلالم كأني طاير من الرعب. عصام كان بيصرخ ورايا، صرخاته كانت متقطعة كأن في حاجة بتخنق صوته، وسمعت صوت قماش بيتقطع مع الصويت اللي خلاني أكتم وداني بإيديا الاتنين. وصلت للباب الحديد الخارجي وخرجت ورزعت الباب ورايا بكل قوتي. جريت في الشوارع زي المجنون، هدومي مليانة تراب، لحد ما وصلت بيتي. قفلت على نفسي كل الأبواب وفضلت أرتعش في الزاوية لحد ما الشمس طلعت. تاني يوم البلد كلها اتقلبت، عصام اختفى، دوروا عليه في كل مكان، بس محدش اتجرأ يقرب من المقابر، ولا أنا فتحت بقي بكلمة. أعمامي كانوا عارفين، كانوا متأكدين إنه نزل الحوش، بس محدش فيهم اتجرأ ينزل يجيبه، سابوه تحت زي قربان علشان العهد يفضل مستمر وعلشان الثروة ما تضيعش. أنا سبت البلد كلها من يومها، عزلت نفسي ورجعت لشغلي، بحاول أقنع نفسي إن اللي شفته تحت ده كان كابوس، بس الحقيقة اللي ما بترضاش تفارقني، اللي بتخليني أقوم من النوم كل يوم بالليل وأنا بصرخ إن في يوم من الأيام لما هموت دوري هيجي، أنا من العيلة دي، دمي من دمهم، وفي يوم هينزلوني الحوش ده ويقعدوني على كرسي حجري في الضلمة علشان أفضل محبوس جوه جثتي لحد يوم القيامة. وبكده تنتهي حكايتنا النهاردة، لكن الحكايات المرعبة ما بتنتهيش أبدا. لو بتحب العالم ده ما تنساش الإعجاب والاشتراك في القناة علشان نوصل لكل محب الرعب في كل مكان. خلوا بالكم من نفسكم لغاية ما نتقابل تاني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.